السبب الحقيقي وراء وفاة سليمان عيد: ولد الفنان سليمان عيد في 17 من أكتوبر 1961 بمنطقة إمبابة. من وهو صغير كان يمتلك حساً فكاهياً فريداً، وده اللي خلاه يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عشان تبدأ رحلته الفنية. بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينيات، وكان دوره في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره. بعد ذلك شارك في أكثر من 150 عملاً فنياً متنوعاً ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية. كان يتميز بخفة دمه وحضوره الطاغي، مما جعله محبوباً من قبل الجمهور وزملائه في الوسط الفني. صباح اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025 توفي الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 63 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة وجلطة بالشريان التاجي واختلال كهربي خبيث في البطين. كما كتب الدكتور جمال شعبان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: رحل عن عالمنا، لكنه ترك إرثاً فنياً كبيراً سيظل في ذاكرة محبيه. إذا وصلت لنهاية المقطع رجاءً اكتب ربنا يرحمه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.